بدأ يظهر شوية حاجات كتير قوي تساعد، منها مانوس اي اي. مانوس اي اي وكمان الاوتوميشن، الجزئيتين دول لما هنعمل انتجريشن ببعض هنطلع موظف ذكي. يعني ايه الكلام ده؟ مانوس اي اي هي قصة سهلة علينا ان احنا نقول عليها ماركتنج مانجر جاي بالتيم بتاعه، تقدر توصفها كده بالظبط. لان جوه مانوس اي اي انت تقدر تعمل اي حاجه، مش بس انك بتبقى جنريتيف اي اي، هو اوجنتيك اي اي، يعني كمان انك تقدر تفكر وتنفذ التاسك اللي انت عايزها. فده يساعد على السرعه ويساعد على الدقه، يبقى في سرعه وفي اكيورسي للموضوع. يبقى اذا القصه هنا مش بس مجرد جنريت صوره وجنريت فكره وجنريت فيديو، لا. يبقى اذا لما هنرجع كده ان انا ممكن اخلي في موظف عندي يساعد البيزنس بتاعي انه يسرع الحركه. باختصار انت ممكن تخلي حد جوه مانوس اي اي يساعدك في انك تعمل ديزاين وانت اللي تعمل اديت عليها، وممكن تجنريت الفيديو، وممكن كمان تجنريت البوست. ومش كده بس، انت تجنريت تحلل المنافسين. كان دايما عندنا مشكله في ان انا مش عارف احلل المنافسين بتوعي ازاي، فتلاقي الكلام هنا ان هو ايه، اكلم. زمان كنا بنكلم الشركات عشان نعرف عندهم ايه، وبعدين شويه بدانا نطور في الموضوع لغايه اما بدانا نفكر هو ازاي نقدر نجيب سعر المنافس، النقطه البائعه اللي عنده والنقطه الضعيفه اللي عنده. انت ممكن بكل سهوله جوه مانوس اي اي جوه ميتا، هو الموضوع هنا يظهر في انك انت تقدر تحلل كل المنافسين بكل سهوله. ومش كده بس، انت ممكن تبقى محتاج تعمل لاندنج بيج لكل مطور، او لاندنج بيج لو انت عايز تشتغل على جوجل. سهل انك تحول صفحه الفيسبوك بتاعتك للاندنج بيج قويه وتحجز عليها دومين. انت متخيل انك مش محتاج موظف يعمل لك لاندنج بيج في 3 4 5 6 ايام، واحيانا بتطول ممكن تعملها في 5 دقائق. وبرضه مش كده بس، لو انت بتتكلم في انك عايز تعمل لنفسك بيرسونال براندنج ومش عارف ولا تفكر في الفكره ولا تمشي الاستراتيجي ولا تتكلم ازاي، انا مش بقول لك هو هيمشيك خطوات، هو هينفذ تاسكات. يبقى اذا انا همشي معاه عشان انفذ تاسكات، مش بس خطوات انت اللي تنفذها. يبقى كمان ده موظف للبيرسونال براندنج.